فيلمنا النهارده بيبدأ مع جان وهو في شغله، واللي بنعرف وقتها انه بيشتغل تبع شركة مية، وهو اللي بيوصل الطلبيات كل يوم مع سواق العربية. وفي آخر اليوم بياخد الأجرة بتاعته وبيجري علشان يلحق شغله التاني اللي هناك بيقابل فيه راجل عجوز علشان يستلم الشغل مكانه. ساعتها بيقول له يقعد في الجراج وما يعملش أي مشاكل، وبيديله جرنان علشان يتسلى بيه شوية، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. المهم جان بعد كده بيبقى قاعد في امان الله بيتفرج على ماتشات الملاكمه في التلفزيون، لكن مره واحده وهو لا بيه ولا عليه كده بيلاقي بنت نطت وقعدت جنبه وبتقول له خد يا زميلي جبت لك السفنديه دي ومعاهم كام شوكولاتايه كده لزوم السهره، وبتقول له بقى المفاجاه اللي عاملاها له النهارده وهي الاكل اللي هو بيحبه. فبيستغرب جان جدا من اللي البنت ده بتعمله وهو اساسا اول مره يشوفها في حياته، ولسه هيفتح بقه البنت بتتخض جدا وبتقول له انت مين والجد اللي كان هنا راح فين. فبيعرفها ان الجد ساب الشغل ورجع البلد اللي بيعيش فيه مع عيلته، والبنت اول ما بتسمع كده بتزعل جدا وبتساله لما هو مش الجد خد الحاجات اللي جايبها له ليه. فبيعرفها ان هي اللي ادت له الحاجات دي، فبتقوم اخدها منه تاني. لكن وقتها بيلاحظ جان ان البنت مش بتشوف، وبتعتذر له كمان على اللي عملته، وبتعرفه انها كل يوم بعد ما بتخلص شغل كانت بتيجي تتفرج مع الجد على المسلسل بتاعها، بس خلاص دلوقتي هتروح على طول. وبتعتذر له تاني وبتخرج علشان تمشي، بس بتتفاجئ ساعتها لما بتلاقي المطر زاد جدا، وبتبقى عارفه انها مش هينفع تمشي في الجو ده، فبتضطر تستنى في الجراج لحد ما الدنيا تهدى شويه. ساعتها بيشوفها جان وبيروح يعرض عليها تيجي تشوف المسلسل بتاعها لحد ما الدنيا تبطل مطر، وهي وقتها بتوافق وبترجع تقعد معاه وبتسمع المسلسل بتاعها وهي فرحانه جدا. وبيلاحظ وقتها جان قد ايه هي بنت جميله وبيسرح فيها، بس لما بتبصله بيرتبك رغم انه عارف انها مش شايفاه. على العموم بيخلص المسلسل والمطر كمان بيبطل، فبتقوم البنت بقى علشان تمشي، بس وهي ماشيه بتدي لجان الاكل الاول وبتعرفه انه ممكن يكون شكله وحش بس طعمه حلو، وبتوصيه يسقي النبته بتاعه الجد علشان ما تموتش، وبتمشي بعدها. بيفضل بقى جان بعد كده في الورديه بتاعته طول الليل لحد ما كل العربيات بتمشي، وبيطلع بعدها يروح بيته وبياكل هناك كل الاكل اللي البنت عملته له، ولما بيخلص بينام. وبنعرف ساعتها من شكله كده انه عايش لوحده. في اليوم التاني بقى بنروح للبنت وبنتعرف عليها، واللي بيطلع اسمها يون وشغاله في خدمه العملاء، واللي للاسف بتضطر تستحمل وقاحه اللي بيتكلموا معاها في التليفون علشان للاسف ما عندهاش فرصه شغل تانية. بس الاسخف من وقاحه العملاء هو المدير اللي بنلاحظ انه معجب بيها وبيستغل عجزها وبيضايقها كتير جدا، ويون للاسف بتضطر تسكت علشان تحافظ على شغلها وبتحاول تتجنبه قدر الامكان. بنرجع بعدها لجن تاني وبنشوفه هو داخل صاله الملاكمه، وساعتها اول ما بيشوف المدرب بيفرح جدا وما بيبقاش مصدق نفسه، لكن المدرب التاني اول ما بيشوفه بيبقى متضايق جدا، وبنعرف هنا ان ده المدير. بيدخلوا دلوقتي المكتب وبيفضل جان يعتذر للمدير على كل اللي حصل منه، وساعتها المدرب بيقول له ما تحبكهاش بقى، ما هو الراجل جه واعتذر اهو. لكن برضه المدير بيتنرفز عليه وبيعرفه ان كان هو اللي غلطان من الاول علشان خد واحد من الشارع وعمله بطل وصرف عليه كل فلوسه، وبعد كده بيسيب الاتنين وبيقوم يمشي. بس على العموم بياخدوا المدرب بعدها وبيعرفوا على كل زمايله في الصالة، وبنعرف بقى دلوقتي ان جان يبقى بطل كوريا في الملاكمة لسنة 99، لحد ما بيطلع من وسطهم البطل الحالي وبيقول له يا عم الكلام ده كان سنة 99، انما دلوقتي ايه نظامه؟ فبيقول له دلوقتي هيبقى البطل للسنة الجاية، لكن برضه اللاعب ده بيفضل يقلل منه. ساعتها جان بيعرفه ان شاف لعبه في التلفزيون ويجي منه مش بطال يعني، بس اللاعب ده بيتنرفز جدا وبيطلب منه يبارزه الاول ويشوفوا مين اللي يجي منه، بس جان بيرفض وبيعرفهم انه ما جاش هنا علشان كده وبيعتذر ولسه هيسيبهم ويمشي. المدير بيوقفه وبيقول له يلعب قدامه مباراة واحدة بس، لكن برضه وقتها جان بيرفض، فبيضربوا المدرب بالقلم وبيعرفوا انه طول عمره بيدربه انه ما يقبلش الاهانة من حد، بس رغم كده برضه جان بيعتذر وبيسيبهم وبيمشي. في نفس اليوم بالليل بيروح جان شغله في الجراج، وبتروح ليون وقتها كالعادة علشان تتفرج على المسلسل، بس بتتصدم وقتها من ريحة المكان وبتطلب منه يفتح الشبابيك ويهوي كده علشان مناخيرها حساسة من الروايح، بس لما بتلاقي الريحة ما راحتش برضه بتسأله لو كان بيتدرب ولا حاجة، وبنعرف وقتها ان ريحة رجل جان هي اللي عمتها فوق ما هي معمية، وطبعا بسبب كده بيتكسف جان جدا، وعلشان كده يون بتغير الموضوع وبتسأله على الهدوم اللي هم لابسينها في المسلسل، فهو كان كل ما يقول لها حاجة تسأله على حاجة تانية لحد ما بتسأله على الحلق اللي البطلة لابساه، فبيعرفها انها لابسه حلق زي اللي هي لابساه بالظبط، وبتفرح وقتها يون جدا لما بيقول لها كده، وبيكملوا سهرتهم لحد ما بيخلص المسلسل، وساعتها بتطلع علشان تروح، فبيديها وقتها العلبه بتاعتها وبيبقى حاطط لها فيها خوخ علشان يشكرها على الاكل اللي عملته. وساعتها بتلاحظ يون انه ما يعرفش اسمها لسه، فبتعرفه على نفسها
وبتشكره يعني علشان بيتفرج معاها على المسلسل، وبتاخد بعضها وبتمشي. بتروح يون بقى وبتفضل تفكر في جان طول الوقت، وبتبقى مش عارفة تحدد سنه. بس بنلاحظ وقتها ان الغسالة فضت المية بتاعتها في الارض، وبتبقى البلاعة مسدودة، فالمية بتوصل للمكان اللي يون قاعدة فيه وهي مش بتحس. لكن بعد كده بتاخد بالها ولسه بتحاول تتصرف، بتتزحلق وبتقع. المهم في اليوم التاني بنشوف جان وهو قاعد في الجراج مستني يون، وكان وقتها بيسقي الزرعة وبيعطر الجو. وبنعرف كمان انه اشترى كوتش جديد علشان رجله ما تعملوش مشاكل. وبنلاحظ كمان انه بقى قادر يميز صوت العصاية بتاعة يون من مسافة كبيرة. والظاهر كده ان صاحبنا وقع خلاص. اول بقى ما بتدخل يون بتعرف انه جاب كوتش جديد من ريحته، بس هو بيعرفها انه كان جايبه من فترة، يعني مش علشانها ولا حاجة، بس هو بيحس بعدها انه اتوتر لما شافها، فبيقوم يدخل الحمام لكنه بيقلبها من على الكرسي بالغلط. المهم بيقعد بعدها الاتنين يتفرجوا على المسلسل كالعادة، لكنه بيلاقيها عمالة تصيح على الأحداث وبيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، بس بيعديها. بيخلص بقى المسلسل وبعدها بتقوم يون علشان تمشي، بس بتطلع عربية في نفس الوقت وبتبقى الدنيا ضلمة، فبتقع يون وبتكسر أزايز كانت مرصوصة. فبيجري عليها جان وبيلاحظ ساعتها انها مش قادرة تقف على رجليها، فبيدي فلوس لحارس الأمن التاني وبيطلب منه ياخد باله من الجراج لحد ما يوديها للدكتور ويرجع. المهم انه بيوديها فعلا، ولما بيخلصوا وبيرجعوا من عنده ما بتبقاش يون لسه قادرة تدوس على رجليها، فبيضطر يشيلها جان على ظهره، لكنه بيتصدم لما بيعرف ان بيتها فوق سلم كبير جدا. وساعتها بتشمت فيه يون وبتقول له انت اللي صممت، شيل بقى يا معلم. وبيشيل جان فعلا، لكن مرة واحدة بتحذره من الطفل اللي قاعد على السلم، وهو وقتها مش بيفهم ليه، لحد ما الطفل بيعمل معاه حركة مش جدعة وبيطلع يجري منه. المهم يعني بيوصلها جان اخيرا للبيت قبل ما تطلع روحه، وساعتها بتقول له هو انا تقيله يا عم ولا ايه؟ ده انا خف الريشه. فبيقول لها جان خفيفه على القلب يا ست، الله يكرمك انزلي دلوقتي. وهي وقتها بتستغل الفرصه وبتقول له بالمناسبه السعيده دي، بتطلب منه يدخل يساعدها في حاجه كمان بالمره، وبتخليه يسلك البلاعه اللي عندها. قبل بقى ما يخرج بتشكره على كل اللي عمله معاها، وبتديله تذكره حفله الاتنين. فبيقول لها انه مش بيفهم في الاغاني ولا عنده حد يروح، فبتقول له خلاص يا سيدي قطعت قلبي، انا هروح معاك. بينزل بقى جان وقتها على السلالم طاير من الفرحه، ويون بتفضل تفكر هتعمل ايه في الحفله، ويا ريتها ما فكرت الحقيقه، لانها بتروح تعمل شعرها بلح وبتحط روج نبيل عبيد وبتلبس فستان صغير على الحب. ولما بيشوفها جان بيتصدم على الاخر، بس في النهايه بيحترم المجهود. بيروح بقى الاتنين الحفله وبتفرح يون جدا بالاغاني اللي شغاله، وجان بيفرح لما بيشوفها هي فرحانه. ولما بيخلصوا بيروحوا الاتنين ياكلوا مع بعض، وساعتها بتعرفوا ان حلمها تفتح محل تبيع فيه المنحوتات بتاعتها، وبتبدأ كمان تحكي له قصة حياتها، وبتعرفه انها ما كانتش بتقعد مع اهلها كتير، وعلشان كده مش قادرة تفتكر ملامح ابوها كويس، ودي اكتر حاجة بتندم عليها في حياتها. وبتسأله بعد كده عن حياته، بس هو بيقول لها بوصل المية بس. ولما بتحاول تسأله عن ماضيه بيكسفها بالطريقة، وبيقول لها تخليها في حالها، فبتعتذر له وبتدخل الحمام. ولما بيروحها بعد كده بتعتذر له يون علشان خنقته طول اليوم، وبتطلب منه يروح ويسيبها. لكن ساعتها بيتكلم معاها جان وبيعرفها ان عنده 30 سنة وكان ملاكم، بس عمل حاجات كتير وحشة في حياته، علشان كده اختار يبعد عن كل ده ويعيش الحياة اللي هو عليها دلوقتي. وبيعرفها ان هو ده السبب اللي بيخليه مش عاوز يتكلم في الماضي. لكن يون وقتها بتقول له انا ما سألتكش على كل ده، وبتسيبه وبتدخل. المهم في اليوم التاني بتروح يون للشغل، وبيطلبها وقتها المدير كين وبيديها هدية عيد ميلادها، وبيحاول يقرب منها، بس هي بتشكره وبتسيبه وبتمشي على طول. لما بتروح بقى مش بتعدي على جان، وساعتها هو بيشوفها وهي ماشية، لكن لما بتسيبه بيعرف انه خسرها خلاص. وبيعدي كمان اكتر من يوم على الحال ده، لحد ما في يوم بيروح جان وبيقابل المدير والمدرب التاني، وده بعد ما المدرب كلمه علشان يعتذر للمدير للمرة ال1000. وساعتها بيضطر جان يعتذر له، فلما بيسأله المدير كان فين، لكن لما مش بيرد عليه بيسيبه وبيمشي. لكن وقتها بيعرفوا جان انه كان في السجن. بنرجع دلوقتي بالزمن شوية، وبنعرف ان جان كان بيشتغل مع عصابة جمع الديون، وفي يوم راح لواحد كده علشان ياخد منه فلوس، وساعتها هجم عليه وفضل يضرب فيه، لحد ما في النهاية الراجل اداله شوية فكة كده كانوا في جيبه، وعرفوا ان هو ده كل اللي معاه. بس فجأة الشرطة وصلت للمكان وحصل اللي حصل. بنرجع بعدها بقى للوقت الحاضر، وبنشوف جان وهو بيزور واحد من مرضى الحروق اللي بيهتموا بيه في الكنيسة، وبيفضل قاعد جنبه كده لحد ما بتروح له الراهبة اللي كانت مربياه من وهو صغير، وبنعرف كمان ان هي اللي سمته، وبتجيب له توكة كده الأطفال اللي في الدار هما اللي عملوها، وبتطلب منه يديها لصاحبته. المهم في نفس اليوم بالليل بتروح يون، بس بتتصدم لما بتلاقي المدير بتاعها عندها في البيت وشارب، واللي بيدخل كمان علشان يقعد معاها، وهي طبعا بتبقى خايفة منه جدا، وبتطلب منه يشرب العصير ويمشي في هدوء. بس هو بيفضل يتكلم معاها لحد ما مرة واحدة كده بيحاول يقرب منها، ولما بتحاول تصده بيفضل يضرب فيها، وهي بتترجى انه يسيبها.
لحد ما فجأة بيوصل جان وبيكسر الباب وبيدخل وبيفضل يضرب فيه على آخره لحد ما بيكسر له وشه، وبعد كده بيخنقه لحد ما يون بتترجى انه يسيبه يمشي، وساعتها بيكسر له صبعه وبيقول له ما يفكرش يلمسها تاني. وطبعا وقتها الراجل بيخرج جري من المكان. بيروح جان بعدها علشان يطمن على يون، بس بيتصدم لما بتلومه على اللي عمله وبتعرفه انها كده هتخسر شغلها بسببه. فبيسألها لو كانت عاوزة تشتغل مع واحد عاوز يعتدي عليها، فبتعرفه انها عارفة كل ده بس هي ما عندهاش اي فرصة شغل تاني علشان تقدر تصرف من خلاله على نفسها. فبيقول لها يا ستي انا هصرف عليكي، بس هي بتقول له انا مش مستنية حد يشفق عليا، وبتطرده كمان من البيت. فبيسيب لها جان الطوق وبيمشي. بتمر الايام بعدها وجان بيفضل في شغله ويون بتفضل مكتئبة في البيت، ولما بتخرج تتمشى كده بيفضل جان ماشي وراها علشان يطمن عليها لحد ما في يوم بيلاقيها واقفة عند الجراج وبتعرفه انها استقالت من الشغل، وقالت له كمان انها مخنوقة جدا وعاوزاه يخرجها يوم اجازته بدل ما يصرف عليها. فبيوافق وهي بتفرح لما بتحس انها لسه ما خسرتوش. بيجي بقى يوم الاجازة وبيستناها جان قدام البيت، وبيفاجئها كمان بكلب هدية علشان ما تزهقش من القعدة لوحدها في البيت، وطبعا بتفرح بيه جدا وبيسموا الكلب كمان دينج. بيخرجوا بقى هما التلاتة سوا وبياخدها جان على مكان على البحر كان بيحب يجي يقعد فيه دايما، وبيعرفها انه كان بيهرب من دار الايتام وبيجي يقعد هنا. بتدور بعد كده يون على حجارتين وبتقوله ان الحجارة دي هتفكرهم بالوقت اللي قضوه سوا على البحر. وفي اليوم التاني بيرجع جان لصالة الملاكمة وبيعرف المدير انه عاوز يرجع يتدرب تاني، وده لان بقى عنده هدف. بيرجع بقى جان بعدها للتمرين كل يوم وبياخد باله من يون في نفس الوقت، ولما بيخلص بيروح الشغل وبيفضل كده كل يوم لحد ما بيجي يوم كده وبيغير جان في بيت يون علشان يبقى اسهل تعيش فيه. وطبعا بتفرح يون جدا باللي عمله. بيبدأ بقى جان ينزل مباراة قدام المنافسين، وساعتها بيلاقي واحد عمال يتنطط له كده شبه الفشار في الحلة، فبيديله بوكس بينيمه في الارض. ومن بعدها بقى بيفوز في اكتر من مباراة، وفي نفس الوقت كان بيقرب من يون لحد ما بيرتبطوا. بيبدأ بقى بعدها جان يتأهل للبطولة وبيدخل مباريات قوية جدا، وبرغم من انه بيتعب في الجولة بس بيفوز في الاخر. ولما بيخلص بيروح بعد كده يعالج كل الجروح اللي في جسمه، ووقتها بيروح له نفس المبارز اللي استفزه اول مرة وبيقول له يفرح بكل النجاح اللي بيحققه ده لحد ما يتنافسوا هما الاتنين في جولة، علشان كل النجاح ده هيتحول لفشل وقتها. المهم في اليوم التاني بيروح جان مع يون علشان يزوروا اهلها، وساعتها بتحكي له يون وهم راجعين على الطريقة اللي ماتوا بيها، وبتعرفوا ان في نفس اليوم راحوا علشان يزوروا جدتها وجدها في المقابر. بس مرة واحدة وهي سايقة على الطريق شافت واحد بيولع وبيقع من فوق مبنى، فلبست في العربية اللي كانت في وشها، وأبوها وأمها توفوا من الحادثة وهي برضه فقدت النظر. فبيتصدم جان في الوقت ده جدا، وبنرجع لنفس الوقت اللي كان بيفتكر فيه ذكرياته، وبنعرف ان الشرطة لما خبطت عليه وهو مع الراجل اللي عاوز منه فلوس ده، الراجل راح ولع في نفسه ورمى نفسه من الشباك. بس وقتها جان حاول ينقذه وفضل ماسكه قبل ما يقع، بس في الاخر النار مسكت في ايده ومش بيقدر يفضل ماسكه، وساعتها وقع الراجل قدام عينيه. المهم بيشوف بعدها حادثة بتحصل على الطريق، وبيعرف جان هنا ان دي الحادثة اللي يون فقدت فيها اهلها ونظرها. على العموم بيرجع تاني يتمرن وبيبقى متنرفز جدا من اللي حصل لانه خلاص بقى حاسس ان هو السبب في كل اللي يون مرت بيه. وبيفتكر وقتها يون الكلام اللي قالته لأهلها في المقابر انها حاسه ان هم اللي بعتوا لها جان علشان ياخد باله منها، بس برضه بيشوف ان هو الجاني في الاصل رغم ان يون شايفاه المنقذ. بيروح بقى بعد كده جان للبيت، لكن بيتصدم لما بيلاقي الاكل واقع على الارض ويون مش في البيت، بس بيعرف انها في المستشفى وبيروح لها وبيعرف انها حرقت ايديها. فبيروح بعدها يتكلم مع الدكتور اللي بيعرفه انها في اخر مراحل فقدان البصر، وانها الاول كانت تقدر تفرق الاماكن المنوره من الضلمه، وده معناها انها لو عملت عمليه ممكن تقدر تشوف تاني، بس لو اتاخرت عن كده مستحيل بصرها يرجع لها. فبيسالوا جان عن تكلفه العمليه، بس بيعرف وقتها انها اكتر من الفلوس اللي بيكسبها بكتير، وهيضطر ياخد اكتر من سنه لحد ما يجمع الفلوس دي من المباريات اللي هو بيدخلها. المهم بيخرج جان من عنده وبيروح للمبارز لانه غني وبيطلب منه يسلمه فلوس العمليه، لكنه بيتريق عليه وبيذله علشان عاوز منه فلوس، والمفروض يعني ان هو اشهر منه زي ما بيقول. بس قبل ما يمشي بيساله لو عاوز الفلوس ضروري قوي يعني، فبيقول له اه. بنشوف بقى بعدها جان وهو بيفسح يون في كل الاماكن اللي كان نفسها تروحها، وبيعرفها بعدها ان الدكتور قال على العمليه وبيسالها ليه ما قالتلوش، فبتعرفه ان تكلفه العمليه عاليه جدا عليهم، بس هو بيعرفها انه هيخليها تعمل العمليه، بس هي بترفض وبتعرفه انها حاسه ان هي السبب في موت امها وابوها، وبتحس ان فقدان بصرها ده تكفير عن ذنوبها. بس جان بيتنرفز لانها بتفكر كده، وبيقولها تفكر فيهم علشان تقدر تشوف عيالهم، وساعتها بتفرح يون وبتوافق.
في اليوم اللي بعده بقى بيروح جان مع المبارز وبيخليه يقابل زعيم عصابة كده بيشتغل مع الملاكمين وبيديله كل الفلوس اللي هو محتاجها، بس في المقابل بيطلب منه خدمة وجان بيوافق على طول. بيروح جان بعد كده بيت يون وبيلم أي حاجة ليها علاقة بيه من البيت وبيولع فيها هي وبطاقته، وبيزور له زعيم العصابة بطاقة تانية باسم تاني، وده بعد ما بيعرفه انه لو حصل له حاجة وحد دور عليه هيتأذى. وبيروح بعد كده وبيودعه المدرب لكن بيهزقه على اللي هو بيعمله، بس هو بيعرفه ان من البداية هدفه انه يساعد يون. بيطلع بعد كده بقى للمستشفى وبيطمنها قبل العملية، وساعتها بتقول له يون انها عاوزة تشوف وشه هو اول ما اتفتح، وبتدخل بعد كده للعملية وهو بيسيبها وبيمشي. بيطلع بقى هو بعدها علشان ينفذ المهمة، وبنعرف انه هيلعب مباراة غير رسمية على الفلوس اللي خدها، وبياخد باسبور جديد وبيسافر وبيدخل في المباراة وبيهجم وقتها على خصمه بشكل عنيف جدا، وبيبقى كل اللي في باله وقتها انه يخرج من المباراة دي عايش علشان يرجع ليون، بس وقتها بياخد اكتر من ضربة من الخصم بتاعه وبيكسر له رجله كمان، ده غير انه بيفضل يضربه بشكل عنيف جدا لحد ما التاني بينزف من كل حتة في وشه. بس برضه رغم كده جان في الاخر بيقدر يخنقه برجله وبيسيبه بعدها، وبيسبب له اكتر من لكمة ورا بعض لحد ما التاني بيقع على الارض فاقد الوعي، وبيفوز ساعتها في المباراة. بس بنعرف وقتها ان خصمه التاني ده كان مخلي ناس مهمة تراهن على خسارته ومأكد لهم انه هيموت في المباراة دي، لكن طبعا لما خيب املهم وفاز هددوه انه لازم يرجع لهم فلوسهم. في الناحية التانية بقى بتنجح عملية يون وبتقدر تشوف تاني اخيرا، وعند جان بيطلب منهم يرجع كوريا في الوقت ده، بس هما بيطلبوا منه مهمة اخيرة وهي انه يهرب بلورة فيها الماس بفلوس كتير جدا لكوريا وهو راجع، وفي المقابل هيدوله 2 مليون كمان. المهم بيوصل جان كوريا وبيتصل على الدكتور وساعتها بيطمن على يون، لكن بعدها بيتصل عليه خصمه إلا دود وبيسأله على مكانه علشان يروح ياخد منه الحاجة ويديله فلوسه. بس بعد ما التاني بيعرف مكانه بيتفاجئ جنب عربية بتخبطه وبينزل منها 2، واحد بياخد منه الألماسة اللي معاه والتاني بيفضل يطعن فيه لحد ما بيشوف عربية بتقرب من المكان، فبيهربوا الاتنين وبيفضل جان مرمي على الارض ينزف من كل حته في جسمه. بتفضل يون بعدها بقى يومين في المستشفى، ولما بتخرج بتفضل تدور على جان في الاقسام والمستشفيات، بس في النهايه ما بيرضوش يعملوا محضر اختفاء علشان هي مش من اهله. وبعد كده كمان بتطرد من البيت لان اصحاب البيت هيهدوه وبتبقى خايفه تسيبه وجان يرجع ما يلاقيهاش، بس في الاخر بتضطر تنقل حاجتها من المكان وبتاخد معاها السلحفه بتاعتها، وبيجي لها طرد وقتها من دار الايتام فبتروح تسال عليه هناك. ولما بتقابل المربيه بيبقى الراجل المحروق حالته اتحسنت كتير وبيقعد يتكلم عن يون وبيحكي لها قصه جان، وبيعرفها في الوقت ده ان هو الراجل اللي رمى نفسه من البلكونه وهو بيولع، بس في الاخر جان انقذه وهو اللي جابه الدار وكان دايما بيزوره وبياخد باله منه. وساعتها بتفهم يون ان ده سبب نرفزه جان لما كانت بتقوله ان هي السبب في موت اهلها، وده لانه شايف ان هو السبب في موتهم وفقدها بصرها. بس بالرغم من الصدمه اللي يون بتبقى فيها بس بتفضل قلقانه عليه. بتروح بعدها بقى للمكان اللي كانوا بيقعدوا فيه على البحر وبتحاول تفتكر ملامحه علشان تنحته، بس بتنهار مره واحده لما بتفقد الامل انها تشوفه مره تانية، وبتحس كمان انها مش هتقدر تعرف ملامحه. المهم بعد الاحداث دي كلها بسنتين بنعرف ان يون فتحت المحل اللي كانت بتحلم بيه وبتبيع فيه كل شغلها على الطمي والخشب، وبيعجب بيها واحد جدا وبيحاول يتعرف عليها، بس هي بتعرفه انها متجوزه وجوزها مسافر. بعد بقى ما بتخلص الشغل بنعرف انها بتتطوع في العلاج الطبيعي في المستشفيات، وده بعد ما اتعلمته يعني ايام ما كانت بتعالج جان بعد المباريات بتاعته، لحد ما في يوم بتروح مستشفى وبتعالج راجل مسن وبيتصدم وقتها الراجل اللي نايم جنبه على السرير، وبنعرف هنا ان الراجل ده يبقى جان وكان في غيبوبه طول الفتره دي، هو فاق بس من شهرين لكنه مش بيقدر يتحرك. فبتروح ليون وبتحاول تتكلم معاه بس هو مش بيرد عليها، فبتبدأ بقى تساعده بأي طريقة، بس بيكتشف جان إنها مش هتتعرف عليه لأنه عمرها ما شافته، وبيدمع وهي واقفة جنبه وبيفضل باصص لها، بس هي مش بتقدر تفهمه. هي شكت إنه يطلع جان ولا حاجة، بس في الآخر لما بتشوف الاسم بتتأكد إنه مش هو لأنه بيبقى محجوز بالاسم اللي في الباسبور المزور اللي كان معاه. بتودعه يون بعدها وبتمشي، لكن أول ما بتخرج بنعرف إن جان كان ماسك الصخرة اللي اديتها له طول الوقت ده، ومرة واحدة كمان بينهار من العياط. بتمر الأيام بعد كده وبتتحسن حالة جان وبيخرج من المستشفى وبيروح يزور المحل بتاع يون، بس هي بتبقى خرجت لكنه بيلاقي السلحفة بتاعته وكمان الزرعة اللي كانت في الجراج وبيتأثر جدا بالمكان، وبيسأل الراجل اللي واقف في المكان عنها فبيقوله إنها جميلة جدا بس متجوزة للأسف. فبيفهم جان إنها نسيته خلاص وعاشت حياتها، وبيقرر ما يشوفهاش تاني علشان مش هيفيد بحاجة، بس بيخرج قبل ما هي ترجع.
وهما في الطريق بقى بيهجم عليه الكلب مرة واحدة، لكن بيقدر يتعرف عليه من ريحته وبينط عليه لحد ما بيوقعه على الأرض. فبتعتذر له يون وبتساعده يقوم، لكن بتحس إنها شافته قبل كده، بس جان مش بيرد عليها خالص علشان بيبقى خايف تعرفه من صوته، لكن هي بتعرف إنه كان من المرضى اللي هي عالجتهم قبل كده، وبتبارك له علشان قدر يمشي تاني، وبتقول له كمان يستنى علشان توصله لأنه مش هيعرف يمشي بالعكاز، بس هو بيشكرها براسه وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت الكلب فضل ينبع عليه، بس يون طبعا مش بتفهم. بيرجع ينهار جان تاني من العياط علشان عرف انها ضاعت من ايده للابد خلاص، وهي لما بترجع المحل بتعرفه انها نسيت حاجه ومش بتلاقي الضفدعه في مكانها، فبتشك ان حد ياخدها، وبتبدا تفهم السبب اللي الكلب بينبع علشانه، وبتساله لو كان الراجل اللي بعكاز ده هو اللي كان في المحل، فبيعرفها انه اشترى نفس النبتة اللي كانت في الجراج، فبتعرف وقتها انه هو، وبتطلع تجري في الشوارع وهي بتعيط وبتدور عليه في كل مكان، بس هو للاسف بيبقى اختفى خلاص، وساعتها بتقع على الارض لما بتفقد الامل انها تلاقيه وسط الزحمة. بتروح بعد كده بقى للبحر وللمكان اللي كانوا بيقعدوا عليه سوا، وبتشوفه هو قاعد هناك وبيحرر السلحفة، وبيلاقي بعدها ترابيزة وكرسيين محطوطين في المكان، وبيعرف ان يون هي اللي عملتهم من اللي كاتباه عليه. ومرة واحدة بيسمع صوت يون وراه، وبتسأله ليه ما نفذش وعده معاها لما قال لها ان هو اول حاجة هتشوفها لما تفتح، وساعتها بيلف جان وبيعيط الاتنين، وبتروح له يون وبتلومه علشان سابها كل ده، لكن بعدها بتروح له لانه كان وحشها جدا. بس لحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.